السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة من قلوب يوم بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمتنا جميعا يا رب العالمين. طبعا كده زي ما انتم شايفين العنوان باين، كبسة السعودي. تحية من القلب لأهل السعودية اللي عرفونا وحببونا في الكبسة السعودي. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. دي لحمة شمبري مقطعة مكعبات، ورز بسمتي هندي. رز البسمتي الذهبي الهندي دي بحبه قوي، بيبقى جميل جدا جدا في الرز بصراحة، وفي الكبسة وفي الرز المبهر وفي كل حاجة. معايا بقى البهارات بتاعتي: فلفل اسود وورق قرفة ولوري وحبهان وخلطة كبسة وكركم وزعتر حلبي ولومي ناشف ومرقة بقى الدجاج. دي مرقة اللحمة، لو هتعملي كبسة باللحمة تحط لها مرقة الدجاج اللي باللحمة، لو تعمليها بالدجاج هتحطي مرقة الدجاج. تمام، الاتنين بصراحة تحفة، بس انا بحب احط مرقة اللحمة مع الكبسة اللي باللحمة. نجيب الرز اول حاجة كده، بحب انقعه في مية سخنة عشان ينفش كده ويبقى الحباية كبيرة وحلو ومفرفر معايا وما ياخدش سوا معايا. دي فكرة جميلة قوي انا اتعلمتها بصراحة، بقالي فترة كبيرة قوي بعملها وحلو. بجيب كده الرز البسمتي، في ناس بصراحة بشوف بعض فيديوهات بيحطوا الرز من غير غسيل، لا طبعا انا بحب الرز انقعه في مية سخنة. زي ما انتوا شايفينه كده هينفش بسم الله ما شاء الله. الطبق اللي انتوا شايفينه ده هيكبر كده ويبقى ايه، يزيد النص. تمام كده، تسيبه بقى كده، وبعد كده نروح بقى ايه على النار بتاعتنا بقى، ندلع اكلتنا عشان تدلعنا. نحط بقى حتة سمنة حلوة كده بسم الله ما شاء الله، وشوية زيت، وايه ونصدم بقى اللحمة بتاعتنا، نصدمها بقى صدمة حلوة. اهم حاجة انا مقطعاها مكعبات قد بعض. تمام كده، ننزل بسم الله الرحمن الرحيم. اشوحها كده تشويحة حلوة. طريقة الكبسة حلوة خفيفة وسريعة وحاجة، بصوا يعني في حلة واحدة اعملي وخلصي نفسك. كل سنة وانتم طيبين، خلاص هانت أيام وشهر البركة والرحمة والخير والحب والود والعزايم، وبصوا مش عايزة أقول لكم بقى كل حاجة حلوة جاي إن شاء الله بإذن الله يا رب كده. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. وربنا يشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ويفرح كل الشباب والبنات ويسعدهم، اللهم آمين يا رب. طبعا تشويحة كده حلوة، يمين شمال فوق تحت جنب، بصوا تخلوها كده ايه مصدومة من كتر ما انتوا بتصدموها في السمنة. مجرد ما تاخد تشويحة حلوة هننزل عليها بالبصل بقى ايه اللي انا مقطعاه حتت صغيرة كده. مش عايزة اقول لكم كانت عسل، الكبسة دي كانت عسل. طلبات برضو الدفعة حبيب قلبي يوسف باشا، لازم برضو طلباته تنفذ. يعني بيقول لك ايه، من حق الكبير يتدلع، وهو يتدلع ويتدلع ويتدلع كمان. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. ننزل بالبصلة بتاعتنا الحلوة، نشربها كده بقى في السمنة بقى والصوص بتاع اللحمة كده، وتاخد بقى وتدي كده بقى بشكل ودي مع نفسيها كده. قلبي كده وشوحي براحتك. تمام كده، زي ما انتوا عارفين ناخد الرز البسمتي بتاعنا سواء كان سايب او في البرطمان زي ما انتوا شايفينه كده، الهندي ده الجميل ده، او السايب تنقعيه في ميه سخنه، بيتنقع وبينفش كده وبيبقى حلو وبيزيد معاكي وبيبقى جميل قوي وما بيعجنش. تمام. البهارات بتاعتنا لوري، لومي ناشف، قرفه، زعتر حلبي، فلفل اسود، بهارات كبسه، كيري، حبهان،
بصوا حبيتين مستكه لو عندك حطي، وتقومي بقى حطاهم في الاخر بقى كده، ياخدوا تشويحه اقل من 30 ثانيه. يعني ما تكتريش البهارات تتشوح وتتحرق معاكي، اللي حطيتها في الاخر عشان تبقى بخيرها كده وريحتها تبقى حلوه، يا دوبك تاخد تشويحه. وانزل بقى بالميه السخنه. اللحمه بسم الله ما شاء الله ما خدتش سوا معايا خالص، يا دوبك استوت كده يعني بسرعه، ما خدتش سوا. كده بقى انا لقيت اللحمه يعني استوت نسبه 80%. تقومي حاطه لها الملح، وحطيت نص الباكو مرقه اللحمه. بيدي بقى ايه طعم بقى حاجه، بص رز بقى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زاد ملا الطبق على اخره، عشان انا نقعته في الميه السخنه، شرب الميه ونفش كده. تحسي بقى ان زاد النص، ننزل بيه كده زي الفل. تاخد غلوة بسيطة ونوطي شمع عليها بقى وتستوي بقى، عشان يبقى مفرفر بقى زي ما انتوا ايه هتشوفوا كده. يا رب دوبك اتشرب اهو، بصوا اللهم صل على النبي. اتشرب بصوا كده ومفرفر ازاي. وطيت عليه وسبته. نيجي بقى هنا نعمل ايه؟ التومية السوري بقى. يا سيدي على التومية السوري وجمالها. نجيب هنا إيه شوية مية صغيرين، قيمة نص كوباية، على معلقتين ونص او 3 نشا على البارد كده، نقلبها وبعد كده نفتح النار عليها. التومية دي مش عايزة اقول لكم، مش عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه. جربوها بالطريقه دي تحفه. بصوا بقى لحد ما تجمد معاكم زي ما انتم شايفين كده، هتبقى عامله زي المهلبيه واتخن من المهلبيه كمان، يبقى السمك بتاعها اتخن من المهلبيه. بصوا بسم الله ما شاء الله، نص كوبايه عملت ايه؟ زي الفل. نيجي هنا بقى في الكبه بتاعتنا، 5 فصوص توم محترمين، نحط عليهم علبتين زبادي. زبادي بقى المراعي، زبادي بلدي زي ما انت حابه. ولو مش عايزه زبادي تحطي برضو لبن حليب عادي. لو الزبادي مش متوفر عندك حطي لبن. انا ممكن احط اللبن والزبادي مع بعض برضو، انا هحط شويه لبن معاه يعني عادي. ممكن لو انت ما عندكيش الزبادي تحطي لبن كله، عندك زبادي ولبن حطي الاتنين. حطي بقى 100 معلقتين 3 مايونيز، لان المايونيز ده هو دوره الاساسي في التوميه. تمام. بيديها برضو طعم ويظبط الدنيا كده. نص مع كوبايه زيت، اي زيت بقى. نص كوبايه خل. اه نص كوبايه لبن. يعني علبتين زبادي، 5 فصوص توم، نص كوبايه زيت، نص كوبايه خل، نص كوبايه لبن. ونضرب بقى كل الحلويات دي كده في بعض في قلب الكبه بتاعتي. كل ده لسه ما ضفتش النشا. النشا دلوقتي زمانها بتبرد، هضيفها في الاخر خالص مع شويه الملح. مع شويه ملح كده بقى، ونبتدي ننزل بقى ايه بكميه النشا بتاعتنا. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. عملت معايا علبه محترمه. كل ما نعمل الاكل احط منها، كل ما نعمل احط منها. ولسه موجوده عندي ربع العلبه. بسم الله ما شاء الله بجد، يعني مش عايزه اقول لكم ان عملته الشوايه دولت. عفوا. حطيتيهم في علبه ازاي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. هي كده تحسيها ان هي مظبوطه، مش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، بس لما حطيناها في التلاجة تقلت وبقت جميله زي بتاعه السوريين في المطاعم. وادي الكبسه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجه كده زبده، رز مفرفر وزي الفل. واشوفكم على خير.